سلام بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. اليوم جيت نتقاسم معكم من اروع الوصفات تاع حلوه تاع السكرفات ولا صب رشاش. مش حنديروها بالطريقه القديمه بالزيت، حنديروها بالطريقه العصريه. هذه كانت كوموند، حبيت نتقاسم الوصفه باسكو بزاف لي كليون ديالي تعجبهم. واش نحتاجو؟ عندنا 250 غرام تاع ماغارين اللي تكون بحراره الغرفه، تكون طريه. كاس ناقص منه اصبع تاع سكري غلاس. عندي نص كاس تاع الزيت وكاس تاع المايزينا، صفر بيضه وبيضه، دو كويار كافي تاع لاليفيغ شيميك ولافاني بطبيعه الحال. واش ندير؟ الريسيبيون ديالي حطيت هذيك الماغارين كنت وجدتها كما قلت لكم تكون طريه. لازم البنات في لي صابلي الماغارين تكون طريه باش تنجح لك، باسكو اذا كانت يابسه مش راح تنجح لك الصابلي ديالك. حطينا سكري غلاس اللي قلت لكم كان كاس ناقص منه اصبع، صفر بيضه وبيضه. لازم البنات في لي صابلي جميع انواع الصابلي تخدموا مليح البيض مع ماغارين، هذا شرط ضروري. والشرط الثاني، اذا كنتي ضفتي لها الزيت لازم الزيت تدخل مليح تتجانس مع الماغارين ديالك. لهنا خدمتها مليح بالباتور، طلعتها. اذا كانت عندك كونتيتي تاع 500 غرام تقدري تستعمليها في البيتخا. موراها واش ضفت الكاس تاع المايزينا اللي حيعطي لها خفه وهشاشه. صدقوني جربوها هذه الوصفه مش راح تندموا. دخلت هذيك المايزينا مع الزبده، طلعتها مليح مليح. لهنا خلصت خدمه تاع الباتور. واش نديرو؟ نبداو نضيفو في الفارينه. ما نقدرش نقول لكم البنات الفارينه واش حدات لي، زعما كيما نقولوا صاب لي 250 غرام تاع ماغارين تقابلها 500 غرام تاع الفارينه. قادره تدي لك اكثر، قادره تدي لك قل، على حسب النوعيه تاع الفارينه. اسكو تشرب اسكو لا لا. لهنا ضفت دو كويار كافي صغار تاع لاليفيغ شيميك، ونبدا نلم في لاباط ديالي. وحنا البنات كي نكونوا نلموا في لاباط تاعنا لازم نخلوها طريه، وهذه القاعده راهي عامه على جميع انواع لي صابلي. الوغ لا اللي فيها الكاكاو لازم تقعد طريه، باسكو حنا لاباط ديالنا نخلوها تريح ربع ساعه 10 دقائق راح تزيد تشرب. واذا درتيها يابسه حتلقايها تتفتت تولي كيما الغريبيه لاباط ديالك. شوفوا كيفاش القوام ديالها. خليتها ريحت واحد 10 دقائق وجبتها لهنا. نجيب القوالب اللي حنستعملهم. انا استعملت هادو مع لي باخكات، وعندي لي باخكات جايين رايحين بالطول، كاين مدورين. اي قالب راهو عندك مادام استعمليه، ما تكلفيش كامل نفسك. ماشي انا استعملت هادوما تستعملي هادوما. تاني حاجه لازم البنات تخلوا لاباط كما قلت لكم في الساشي وانت راكي تخدمي باش ما تنشفلكش لاباط تاع صابلي. على بالنا بلي غير تتعرض للهواء راح تنشف. هنا ندير كميه تاع القوالب كامل اللي عندي، لازم نفوت نحطهم. ونبدا ندير كميه لبس بها تاع المعجون. ولا هنا البنات نسيت حاجه، ما ديروش انكوش رقيقه تاع لاباط، لا وما ديريهاش هذيك الخشينه بزاف، في المعقول تكون متوسطه. لهنا البنات بعد ما كملت كامل القوالب، علاش قلت لكم ندير كامل واش عندي، ونجيب الكميه تاع العجين المتتبقيه ونبدا هكا نبشر في لاباط. عندكم عده طرق، تحبي تبشري هكا ديريكتومون. اذا كانت تنشفت لك شويه لاباط تحبي تحطيها في الكونجيلاتور تيبس شويه وتبداي تبرشي فيها هكايا تكرفجي فيها كما نقولوها. وهذه طريقه سهله، تحطي مول قدام مول وتبداي تسكرفجي هكا. تجيك طريقه جد سهله وعمليه، خمن تحكمي بالحبه وتسكرفجي فوقها. الا حنا نحكم المتبقي هذاك راه بون دو طرافاي ديالي بطبيعه الحال راه نقي. ولا حنا بعد ما طابت ديروها طيب في فرن يكون مسخن من الفوق ومن التحت على 180 درجه باش تطيب هكا حمراء شابه. واذا كان الفور ديالك يطيب يشعل من التحت ومن بعد يشعل من الفوق طيبيها من التحت، بعد زيدي طلعيها للفوق. لهنا بعد ما طابت حبيباتي نديروا لها رشه خفيفه تاع سكري غلاس، ولا حبيتوا ديروا لها سكري غلاس من بعد زيدوا ديروا لها ليتري تاع شوكولا. التزيين يبقى لكم. الا هنا شوفوا البنات بعد ما كملتها كنت درت هادو قوالب اللي باخكات اللي جو بالطول واللي جو مدورين. حنا قسمتكم حبه. شوفوا البنات صدقوني من ابن الوصفات تاع قهوه حليب، ووصفه بزاف اقتصاديه وما تكلفش البنات تاع الزمان الجميل تاع امهاتنا. نتمنى تكون خفيفه ظريفه عليكم، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. الى ملتقى نمتعكم البنات بالوصفات. متعوني بالايجام والتعليقات الشابه. هذا ما كان. سلام في رعايه الله وحفظه.